النهاردة هنعمل طريقة للجلاش الحلو خطيرة. لو بتكسلي تفردي الجلاش وتدهني طبقات يبقى الطريقة دي ليكي. يلا بينا نشوف هنعمله ازاي. لو اول مرة تشوفيني انا شيماء، لايك وسبسكرايب. هنجيب صينية مربعة او صينية مدورة اللي متاح. هنكشكش ورق الجلاش زي ما انتم شايفينه كده، مش هنضغط عليه جامد عشان ما يتكسرش ويعجن معانا، بالراحة خالص. هنخلص كمية الجلاش اللي عندنا او لفة الجلاش يعني، وهنحضر التشريبة اللي هنسقي بيها الجلاش. كوبايتين لبن، هننزل عليهم بنص كوباية سمنة او زبدة، المهم ان هما يبقوا متسيحين. وبعد كده هننزل بنص كوباية سكر ونقلب لحد ما السكر يدوب. بعدين هننزل عليه معلقتين كاسترد ومعلقة بيكنج باودر، ونقلب الكاسترد والبيكنج باودر، وبعدين هنحط معلقة فانيليا. بس كده التشريبة بتاعتنا بقت جاهزة. هنسقي بيها الجلاش ونتأكد ان الجلاش كله اخد يعني من التشريبة دي. ممكن نغرز الجلاش بسكينة علشان يشرب التشريبة كويس، او لو حابين الوش يبقى مقرمش ومن جوه يبقى طري عادي اسقوا التشريبة كده زي ما هو. بس هندخله على فرن سخن على درجة حرارة 180. اول ما بيطلع معانا من الفرن بنسقيه بالشربات. الشربات بيكون بارد. الشربات عندنا كوبايتين سكر وكوباية مية، وبالهنا والشفا. لو وصلتوا لحد هنا سبسكرايب.